السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على هذا الكومبليمون اليمونتير بون ابيتي. واحد البرودوي جديد في لي فارماسي. الاكثريه مازال ما معروفش بزاف في لي فارماسي، تقدروا تلقاوه في البارا فارماسي وتلقاوه في لا فارماسي. هاد الكومبليمون اليمونتير ولا المكمل الغذائي كيحتوي على ماده الفينوغريك وفيتامينات ومعادن طبيعيه. هذا سريع الدغيا كيبين النتيجه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا في الوزن او لا يغلاضوا فواحد الفتره قصيره. ما عندهمش زعما ما عندهمش الصبر، ما عندهمش يقين باش ياخذوا فاتح الشهيه لمده طويله. هذا دغيا كيبان النتيجه ديالو في اسرع وقيته تقدر تبان لك وكيعطي النتيجه. كيبان لي الكليفي ديالو من 15 يوم الاولى كيبدا كيبان لك الفرق، وكتبداي كتاخديه الشهر الاول. كاينين اللي متبعينه 6 شهور 5 شهور، كاينين اللي متبعينه حتى العام، ولكن الشهور الاولين كتبداي تعبري وكتقيسي راسك في الميزان، كيبدا كيبان لك الفرق. وهذا كيدير حتى الخدود اللي عنده الوجه ضعيف ولا اللي ما بغاش يغلظ من الوجه ديالو ولا يزيد في الوجه ما ياخدوش، حيت هذا كيزيد بزاف في الوجه، كيزيد في الحنيكات في الخدود. الناس اللي ما بغاوش يزيدوا في هكا يزيدوا من وجههم يغلظوا من وجههم، غنصحكم واحد النصيحه بلا ما تستعملوه، حيت غادي يزيد وجهكم غيغلظ بزاف. والوجه الا كان مغلظ بزاف زعما ما كيكونش زوين. المهم هذا اللي غنقدر نقول لكم على هذا بونابيتي، راه زوين بزاف زوين بزاف. كيزيد في المناطق الانثويه بالنسبه اللي بغاو يزيدوا غير ما بغاوش يغلظوا كامل. هذا كيقاد الفورمه عن تجربه ديال بزاف ديال الناس اللي استعملوه، راه زعما خداوه وعاودوا رجعوا خداوه وعاودوا رجعوا خداوه، زعما متبعينه مده ديال 6 شهور عام. عطاهم النتيجه زوينه والنتيجه اللي مضمونه، وزعما ما غاديش تندموا الا خديتوه. اي وحده وبغيتكم اي وحده استعملاته ترجع للتعاليق. شوف انا نعطيكم مده ديال 15 يوم 3 شهور، غادي ترجعوا عندي للتعاليق. فعلا اللي كانت نيت ما كانش عندها شي مشكل اخر ديال فقر الدم، ولا حيت راه كاين شحال من واحد كياخذ هاد المكملات الغذائيه خصوصا هادو ديال الزياده في الوزن، ولكن ما كيعطيوش نتيجه. كيكون عنده شي مشكل اخر. الا كان عندك مشكل في الامتصاص، ولا كان عندك شي مشكل في القولون العصبي، ولا كان عندك مشكل ديال هذا بومزوي هو القولون العصبي نيت كما كنقولوا ليه، راه واخا تكوني كتاكلي ما عرف شنو راه ما يزيدش فيك نهائيا. راه الناس بزاف قبل استعملوا بزاف ديال المكملات الغذائيه، استعملوا هذوك لي زونتيستامينيك ما كيعطيهمش نتيجه، ولا لي زونتيستامينيك يقدروا يعطيهم واحد النتيجه ولكن واحد النتيجه اللي خايبه. كتكون كيعطي واحد الغلظ، كيغلظ من الكتاف، كيغلظك من هنايا من الكتاف ديالك ومن اليدين، ولكن دوك البلايصات بالضبط اللي نتوما باغيينهم تغلاضوا منهم ما كيتزادش في الوزن. كيبقى بنادم، كيبقى الواحد هو كيبدا يعبر كيقول لك انايا هاد الغلظ. وكيزيد في الكريشه اللي ما باغيش الكريشه ما ياخذش لي زونتيستامينيك فهما هي كيخرجوا الكرش. هذا راه ما كيديرش الكرش، هذا راه كيدير واحد كيزيد كيغلظ واحد الغلظ زعما زوين صراحه. المهم هادشي اللي نقدر نقول لكم عليه. راه يقدروا ياخذوه حتى الدراري الصغار، راه كاين فيه لا فورم ديال السيرو، وكاين هذا تاخذوه وحده حتى جوج في النهار، جوج حبات في النهار. كاين اللي كيقدر ياخذو حتى 3 المرات في النهار، ولكن من الاحسن تاخذوه غير 2 مرات في النهار. خذوه اللي باغين. هذا راه كاين حتى اللي كياخذو غير باش كيعطي على حساب لي طونيوس وعلى حساب لي فيتامين، ما باغي هو لا على ود الغلظ لا على ود زياده الوزن. بالنسبه اللي بغى ياخذوا على زياده الوزن ياخذوا قبل الماكله بواحد ربع ساعه، وبالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوه كفيتامين ياخذوه غير من بعد الماكله ماشي مشكل. يقدروا ياخذوه فيه غير حبه وحده. حيت بعض المرات الا كنا استعملنا حتى الكومبليمون اليمونتير ولا المكمل الغذائي الا خدينا بواحد الطريقه اللي ماشي صحيحه راه ما كيعطيناش النتيجه المطلوبه. والنتيجه الزوينه هي في طريقه الاستعمال، تكون طريقه استعمال اللي تكون طريقه صحيحه و100%، وتاخذوه بانتظام. ماشي تاخذي نهار ويومين ما تاخديش تميكي عليه، خصك تاخذيه بانتظام، تتبعيه يوميا مده ديال شهرين على الاقل شهر باش تبقى لك النتيجه. ماشي تحسي براسك راه بديتي شويه كتزادي في الوزن وتحبسيه،
خاصك بتقولي بحال كتثبتي هذاك الوزن ديالك اللي بغيتي، وديك الساعة تحبسيه. منين تحبسي راه ما غاديش تنقصي، حيت شحال من واحد كياخذ مكمل غذائي ولا كياخذ فاتح الشهية بحال لي زونتيستامينيك، عندك انتينوريكس، عندكم ابيسين، نوغافيت، بيرفيتال، هادو كاملين كتاخديهم كتفتح لك الشهية فعلا. وواخا كيديروا النعاس كتحس براسك بديتي كتزادي في الوزن، واخا داك الوزن اللي خايب. انا كنقولها لكم لي زونتيستامينيك كيعطيو واحد الوزن خايب ما زوينش، كيزيد لكم الكريشه، كيزيد لكم من الكتاف، وهذوك البلايصات اللي كلكم عارفين اشنو كنقصد. راه هادوك البلايص قلالين الا اللي كان هو اصلا عنده دوك البلايص هكاك زايدين. اما كان واحد ضعيف وبغى يزيد في هذوك المناطق الانثويه، راه هادوك لي زونتيستامينيك كنصيحه يبعدوا منهم، فراه ما كيديروا حتى شي نتيجه. وبالنسبه هاد المكملات الغذائيه هادو راه تاخدوهم غير بطريقه منتظمه، زعما تكونوا منظمين ليهم الوقت وتاخدوهم بانتظام وبطريقه صحيحه، تستعملوهم بطريقه صحيحه، فكونوا متيقنين انكم غادي تاخدوا ديك النتيجه اللي مرغوبه. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش الى اول مره تشوفوا قناتي تشتركوا في القناه وتخليوا لي واحد جيم. كنخليكم في امان الله في فيديو لاحق ان شاء الله.